اللي كتهم فريق الرجاء البيضاوي اللي موثوق من المصدر ديالها كالتالي. الخبر الاول هو اللي كان المدرب ديال الرجاء جوزيف زنباور، وان بعض الصحف السعوديه ادات بان الوحده السعودي خلف مفاوضات جاده مع المدرب ديال الرجاء، وكذوا بان هذا الاخير عطى الموافقه ديالو، لكن الاشكال اللي قالوا حسب التصريح ديالو بان العائق اللي بينهم وبين التعاقد ديالهم هو ان الرجاء مازال متمسك بالمدرب. الخبر الاخر اللي كان بعض اللاعبين ديال الرجاء ان محمد سوبول وقع رسميا مع جمال الاماراتي، مده العقد كتبلغ موسمين. الاغلاق ديال المركب محمد الخامس بدات تبان الاضرار ديالو، لا بالنسبه للغريم لا بالنسبه للرجاء. المقدم بدا كيطالب بالمستحقات ديالو اللي كتوصل 300 مليون، وعطى المهله ديال 15 يوم. الخبر الثالث اللي كيدور هاد الايامات هو انتقال ديال اللاعب المصري او الاصل التونسي محمد ضاوى او مورا كريستو. اليوم كتاكد الصحف المصريه بان اللاعب كاين مفاوضات ما بين الرجاء والاهلي من اجل الاعاره ديالو للايسار. العمر ديالو كيبلغ 21 عام، كيلعب كجناح. نبقاو في الاهلي، والصحافه المصريه كتاكد بان محمد بوطريقه فعلا دخل في مفاوضات مع رضا سليم من اجل الاعاره ديالو. الاشكال اللي كاين بان الاهلي بغى تبيع العقد كامل. نبقاو في الاهلي كذلك، كيبان العام بان الاهلي هذا العام مولى على بزاف اللعابه ديال المغاربه. عطيه الله غيكون اعاره ديال العام، كذلك البويلديني في مفاوضات اجل الاعاره ديالو، لكن اللعاب بغى يبيع العقد ديالو كامل. حاجه واحده اللي خصها عرفوا جميع الرجاويين بان حاليا في المغرب الرئيس الوحيد اللي داير واحد الخدمه كبيره في انتقالات وانتدابات اللاعبين وهو محمد بوطريقه. في هذا الاسبوع هذا بالمقربين غتكون واحد المفاجاه في الانتدابات. حاجه ثانيه بوطريقه كيأكد بانه في مفاوضات جاده مع الترجي التونسي من اجل شراء عقد كامل ديال بن عياد. حاجه ثانيه غادي نختموا بها، وان جميع الرجاويين لاحظوا واحد المساله، وانه بعض الجماهير او بعض الوحدين اللي محسوبين على الجمهور ديال الرجاء اللي عرف الرجاء مورا 2013 او مورا المونديال خرجوا من الجحور ديالهم، بدا شويه ديال التشويش. لكن اللي مزيان بوطريقه عنده من التدريب ما يكفي بحال هذا النوع هذا. تحيه لكم وديما